ألف مبروك لنادي الزمالك الصعود لنهائي كاس السوبر المصري. مبروك لأحمد عبد الرؤوف، مبروك لجمهور نادي الزمالك، مبروك للعيبة نادي الزمالك الرجالة. احنا كده نادي الزمالك ما بنعرفش حاجة سهلة وما بنكسبش غير بالسيناريو الصعب، ومفيش أصعب من كده. انت بتلاعب بطل أفريقيا وعندك بزيرة أهم لاعب في نادي الزمالك مصاب، وكمان خلال الماتش كل شويه لعيب بيتصاب منك، وفي من ضمن ال11 لعيبه مصابه وبتكمل عشان خاطر نادي الزمالك وعشان خاطر جمهور نادي الزمالك. بجد انا عايز اشكر لاعب عواد، محمد اسماعيل والونش رجاله، انا قلت هم اللي يبداوا مش حسام عبد المجيد. احمد فتوح نجم المباراه. يا احمد يا فتوح ركز، هتبقى احسن لعيب في مصر في المركز ده. مصر محتاجاك في المركز ده اكتر من اي مركز تاني في الملعب. عمر جابر نجم مفيش بعد كده. نص الملعب محمد شحاته واحمد ربيع اللي خرج وناصر ماهر وعبد الله السعيد بعديهم، كلكم نجوم. وناصر ماهر لما بتبقى فايق بتفرق مع نادي الزمالك، وده دايما اللي بنقوله. بس برضه ما تمسكش الكوره كتير، استحوذ بس خليك مفيد واستفيد. كمان عدي الدباغ قبل ما يخرج، حتى عمرو ناصر اللي ما كانش في مستواه النهارده، بس كلكم رجاله. احمد شريف وسيف الجزيري صاحب اخر ضربه جزاء، كلكم نجوم، مش عايز انسى حد. كل لعيبه نادي الزمالك النهارده نجوم، وتستاهلوا الصعود النهائي. ومش بس كده، تستاهلوا تبقوا ابطال كاس السوبر، وهو ده اللي هيرضي جمهور نادي الزمالك وهيرضيكم انتوا كلعيبه، عشان تردوا على الناس كلها اللي شككت فيكم في ماتش القمه الاخير. ورساله لمجلس الاداره، نلبس ابيض، بلاش الوان، بلاش اسود، بلاش كحلي، بلاش اي لون تاني غير لون نادي الزمالك، اللون الابيض ابو خطين حمر. هم لو هيخافوا من اللون هيخافوا من التيشيرت ده، التيشيرت الابيض ابو خطين حمر. بطلوا كلام فارغ ملوش اي دليل ملوش اي مدلول في الملعب. ان شاء الله هنلعب بزينا الرسمي وهنكسب النادي الاهلي. وبجد النهارده ميلاد مدرب كبير، احمد عبد الرؤوف النهارده قرا الماتش بذكاء مفيش بعد كده. لاول مره السنه دي نحس ان في مدرب على الخط بيقرا المنافس وهو عارف هو بيلاعب مين، وانا واثق في احمد عبد الرؤوف، هو عارف هيلاعب النادي الاهلي ازاي. ان شاء الله كل الدعم ليك يا احمد عبد الرؤوف وللعيبه الرجاله. اي 11 لاعب هيلعب ماتش الاهلي انا واثق ان انتوا هتكونوا رجاله. بعد السيناريو اللي حصل في الماتش النهارده وقله المعطيات ليكوا كلعيبه ولاحمد عبد الرؤوف، بس قدرنا نكسب وقدرنا نصعد عشان نقابل النادي الاهلي. ومحدش بيصعد بالسيناريو بالطريقه دي غير لما يكون ربنا ناويله الخير، وان شاء الله يكون هو البطل. نادي الزمالك انت بطل السوبر السنه دي. اللعيبه حطوا قدامكم الموضوع ده، احنا ابطال السوبر، هنكسب اي حد. احنا نادي الزمالك عشان خاطر الجمهور نعمل اي حاجه، وان شاء الله تكونوا ابطال السوبر لانكم فعلا تستاهلوها.